مساء الفل على حضراتكم، يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لكم على تركايه هتنقل وتنطر شغلك من شغل بدائي لشغل بروفيشنال محترفين. قبل ما اقول لكم على التركايه، مبدئيا المفروض ان الكريمه بنضربها ونسيبها في التلاجة شويه. يعني ان ضربناها بالليل نخليها لتاني يوم الصبح، مفيش مشكله. ان ضربناها نسيبها ساعتين 3 في التلاجة. هتقولوا لي طب ما هي بتعمل كده بيبقى شكلها وحش، وهنجلس بيها ازاي؟ هنشتغل بيها ازاي؟ شايفين ايه رأيكم في المنظر ده؟ مليان فراغات طبعا، وكله هوا ومخرزة، وصعبة جدا. يعني صعب ان الواحد يشتغل بيها تجليس او تنعيم. تعالى اقول لكم على التركايه اللي بشتغل بيها، بتخلي شغلي يعني عالي، وبتدي نعومه وبتدي سموزي للكريمه ملهاش حل. السر في دول، صدقوني زي ما بقول لكم كده. معلقتين ميه كده بحطهم مع الكريمه. تمام. انا دلوقتي خلاص هبدا اجلس التورتايه وهبدا انعمها، وهعمل الكوتنج النهائي والفينش الاخير. هعمل ايه عشان الكريمه تبقى حلوه كده وسموزي؟ بحط على مقدار الكريمه اللي انا هستخدمه. يعني بلاش نهدر في الكريمه. انا دلوقتي هعمل مثلا تورتايه مقاس 16، اخد على جد الكريمه، يعني قليل على مقاس، او على قد ما اقدر، يعني على جد التورتايه. بلاش استخدم كتير عشان الكريمه طبعا حضراتكم عارفين ان هي الفتره دي غاليه جدا. ببدا اخد الشويه اللي انا عايزاهم، تمام، واحطهم في طبق، معلقه عاديه ومعلقتين ميه. معلقتين ميه عاديه خالص. عندك لبن حطي، مفيش مشكله زي ما تحبي حضرتك. بس اهو هنفضل نقلب في الكريمه. بعد ما نقلب فتره كده حلوه، حبه حلوين كده، هنلاقي الكريمه بدات تنعم معانا. كل ما نقلب فيها كل ما تنعم، كل ما نقلب فيها كل ما تنعم، وده بيدي شكل احترافي اكتر على التورته. دي السر اللي بيفرق واحده عامله تورتايه التجليس بتاعها مخرز ومفرغ وكله هوا ومليان فراغات كده وشكله مش حلو ومش لطيف، وبين حد عامل تورتايه ناعمه وسموزي، والتجليس بتاعها كأنه محترفين. يا رب تكون باينه الكريمه من عندكم من هنا في الكاميرا. شايفين ناعمه ازاي؟ هوريكم النتيجه بعد ما اخلص التورتايه. لو استفدتوا من الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعلوا زر الجرس، وعلشان اي فيديو جديد تعليمي انا بنزله صدقه علم تستفيدي بيه، لان فعلا لو حضرتك مبتدئه هتستفادي كتير. اوعوا تنسوا تتابعوني. باي باي.